الشيطان في النهاية لا يعنيه أي الذنوب تحتقب، أي المآثم تقترف، أي الفواحش ترتكب. يعنيه أن ترتكب الذنب والفاحش بأي طريقة، يعني أن تهلك، يعني أن تهلك. أما النفس هذا لا يعنيها. النفس يعنيها شهوتها، تريد شهوة ما في أي باب من الأبواب، والنفس حرون، والنفس رعناء، والنفس حمقاء مثل الطفل الصغير، تظل واقفة لا تريم، تبكي وتصيح تريد شهوتها، لذلك تلح عليك. ولذلك قال أبو حامد أيضا في مواضع كثيرة من كتبه: خطر لك خاطر سوء، فاستعذت بالله واستعنت بالذكر، فاضمحل أو انقطع فهو من الشيطان. فاستعذ وإما ينزغنك من الشيطان، ما قالش من النفس، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قل لعبادي يقولوا التي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغك الشيطان، استعذت بالله، ذكرت الله، يضمحل يذوي وربما انقطع عنك بالكلية من الشيطان. فإن استعذت بالله وذكرت الله فلم يضعف ولم يضمحل ولم ينقطع فهو من إيه؟ من النفس. طب الحل؟ بدها تربية بالصرمية كما نقول بالعامية، بدها تربية رغما عنها. كيف ننتقل من سطوة وسلطة النفس الأمارة بالسوء إلى يفاع ومصاف ورتبة النفس المطمئنة بالخير؟ اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة. النفس المطمئنة لا تطمئن إلا بالخير، سبحان الله العظيم. لا تطمئن بالشر، لا تطمئن بالشبهة،